السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ راجعه لكم بفيديو جديد مليان حاجات ومليان مفاجآت جامدة لأحدث الأدوات المنزلية. خليكم معايا. أول حاجة معانا علبة المناديل ومنظم للميك اب في نفس الوقت والريموت والتسالي، يعني متعدد الاستخدام. بس هو الأساس إن هي علبة مناديل في 2 خانة للموبايل والريموت، وكمان زي ما احنا شايفين كده نقدر نحط فيه علبة المناديل ونحط فيه أي حاجة احنا عايزينها. شايفة ان هو عملي جدا وحلو قوي، وكمان نقدر نحط فيه حاجات كتير. ممكن نحطه في أوضة السفرة او في أوضة النوم، في اي مكان احنا عايزينه هيشتغل معاكم حلو قوي. وعلى فكرة منه الشكل الاسود شفته برضو شكله جميل قوي، فقولولي ايه رأيكم في الكومنت. تاني حاجة معانا طقم التوزيع الأمور ده طقم توزيع رخامي جولد متكون من 6 قطع. والحامل بتاعه، الحامل مصنوع من برضو من الجولد الستانلس الأصلي. زي ما احنا شايفين مع بعض كده هو عملي وضد الصدى. واي حاجة عايزين تعرفوها هي اصلي ولا لا يا جماعة، استانلس يعني بتعرضوها للمغناطيس، لو لزقت يبقى هو مش اصلي وداخل فيه حديد، لو ما لزقتش يبقى هو فعلا استانلس اصلي. تالت حاجة معانا برضو طقم الشوك والسكاكين، ده مفيش غنى عنه في المطبخ وممكن نستخدمه برضو على السفرة. ده طقم شوك رخامي جولد 24 قطعة. متكون من ايه بقى؟ من 6 معالق كبيرة و6 معالق صغيرة، 6 سكاكين كبيرة و6 شوك كبيرة، كلهم ستانلس. وبرضو نفس الكلام جولد، ومعاه ستاند. اللي عايز يعرف سعره يكتب لي برضو في الكومنت وانا هجاوب لكم على كل حاجة. انا شايفه ان هو عملي برضو وشكله حلو وضد الصدى، يعني ما بيصديش معاكي خالص. انا عندي اللي هو اللون الابيض ده، في منه بقى كذا لون، في الاسود وفي الابيض، وفي الوان منه كتير على فكرة، مش ال3 الوان دول بس، بيبقى في كذا لون، شفت منه كذا لون في كذا محل يعني. ناس كتير هتسألني ويقولوا لي طيب الحاجات دي بتبقى موجودة فين؟ على فكرة بقت متوفرة في كل محلات الأدوات المنزلية، وخصوصا المستوردين اللي هما بيستوردوا الحاجات من بره. بيبقى موجود في هنا في مصر في النزهة، في درب سعادة، في أماكن كتير هبقى أكتبها لكم في الكومنت المثبت. فتعالوا مع بعض نكمل الفيديو. ده طقم توابل وبقوليات ايكيا. برضو هو عملي ومزود بقى بمعلقة زي ما احنا شايفين كده، فهتسهل عليك الموضوع بدل ما تقعدي تدوري بقى على معلقة او اي حاجة. فهو برضو شكله امور كده وشكله حلو وبيتغسل بكل سهولة وبينضف من اقل حاجة، هو اكريليك. احنا بقى كلنا عندنا الفوضى دي، يعني مفيش حد ما عندوش الفوضى بتاعة الاسلاك، بتبقى مشكلة. فده منظم للسلك، مزود بدبل فيس وشكله حلو، يعني شكله كقطعة ديكور كده، لو حطيتيها شكله حلو برضو، مش هيبوخ شكل الحيطة او حاجة. وبتقدري بقى بتحصلي على السلوك كده من غير فوضى بقى، وهيخليلك شكل السلوك حلو. وجايبالكوا بقى مفاجأة حلوة، لو انت بتعاني من تنظيف البوتاجاز والحيطة اللي ورا البوتاجاز او الطرطشة بتاعة المية او اي حاجة عندك، ممكن تستخدمي اللي هو حاجز الدهون ده، حاجز الدهون والطرطشة. الخامة بتاعته فويل وسهل الاستخدام وسهل التنظيف، ضد النار، وكمان ووتر بروف ضد المية. تعالوا مع بعض نشوف تاني اللي هو السبراي السحري مزيل البقع. بينظف جميع انواع البقع، الشحوم والعصير والكاتشب، كل حاجة انت عايزة تزيليها بيزيلها بسهولة. دي يا جماعة مكنة البيتوفور والبسكويت، بيبقى معاها كذا موس، بتقدري تشكلي البيتوفور براحتك وبتعملي منها بسكويت برضو. سهلة وعملية وسعرها برضو بسيط، واحلى حاجة فيها بقى ان هي مصنوعة من الستانلس، يعني مش هتتكسر منك، هتقعد معاكي طول العمر ان شاء الله، هتقعد لو حافظتي عليها هتقعد معاكي فترة طويلة جدا. تعالوا مع بعض بقى نشوف المجات الأمورة دي مجات بايركس بيد جولد، الإيد بتاعتها جولد، للكابتشينو والهوت شوكليت والشاي بلبن، الحاجات الجامدة دي اللي احنا بنحبها. فشكلها حلو وشكلها عملي وشكلها أمورية، كانت عاملة ترندات قبل كده على الجروبات وعاملة ترند دلوقتي، فشكلها حلو قوي. قولولي ايه رأيكم في الكومنت عشان انا جبت منها. بس هي بقى عايزة تتنضف بسرعة علشان هي فيها حرفشة كده بره، فممكن لو سبتيها او ركنتيها بتلم الاوساخ معاكي. انا قلت لكم على الحقيقة يعني، عن تجربة شخصية. بس هي حلوة وعملية. ومعانا تاني اهي، ممكن تجيبي لها ستاند، انتي يا بتجيش بالستاند يا بتيجي كده بالكوباية. ممكن تجيبي لها الستاند وتجيبي كذا واحدة وتحطيهم مع بعض، بيبقى شكلهم حلو قوي.
وده يا جماعة درق الزيت، الماتيريال بتاعته تيفال عشان يصفيلك الزيت ويخلي الزيت نقي ونضيف. مثلا لو استخدمنا الزيت مرة واحدة او مرتين، وانا منصحش حد انه يستخدم الزيت اكتر من مرتين عشان بيبقى غير صحي، بس هو بينقي الزيت من اي حاجة زي ما احنا شايفين كده. وكمان تقدري تحافظي على الزيت من الهواء لانه له غطا، هو عبارة عن دورق وغطا وصفاية ستانلس زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بتحافظي على الزيت بقى من الهواء يدخله او الاتربه او اي حاجه، بدل ما بتحطي الحاجه كده في البوتاجاز وتتعرض للهواء. دي مفاجاه بقى لكل الامهات اللي عندها بيبي. ده سلم بيوتي للبيبي تقيل، والجلد والماتيريال بتاعته عاليه وجودته برضو عاليه. هتقدري ان انت تعلمي طفلك ان هو يعمل حمام لوحده ويعتمد على نفسه، وخصوصا لو هو كبير شويه. برضو دي بقى من ضمن الهدايا للأمهات اللي عندها أطفال. دي بديل للحفاضة اللي هي اسمها بامبرز السباحة. ده قابل بقى للغسيل وإعادة الاستخدام. هو من جوه قماش، الماتيريال بتاعته عالية، ومن بره ووتر بروف يعني ضد المية وضد التسريب، وآمن ومصمم للأطفال، صحي وآمن على الأطفال. لو هو الطفل برضو لسه بيتعلم ان يعمل حمام لوحده، هيساعده في حاجات كتير وهيمنع التسرب من الأطفال الصغير. زي ما انتم شايفين كده شكلها أمور حفاضات يعني كذا لون كده. على فكرة يا جماعة، اللي عايز يسأل على سعر اي حاجة او عايز يسألني على اي حاجة او عايزني اعمله فيديو معين عن حاجات معينة، يكتبلي في الكومنتات. وما ننساش نصلي على النبي في الكومنت كتير عشان كلنا ناخد مع بعض حسنات، وكلنا ان شاء الله نكون موجودين في مكان اجمل مع بعض. ده منظم بيبقى هيسهل عليكي حاجات كتيرة قوي. يعني ممكن مثلا انت تعملي طبخة معينة تحطي كل حاجة كده في قلب المنظم ده، وهيسهل عليكي وانت واقفة جنب البوتاجاز. وبكده يا جماعة أنا تقريبا وصلت لنهاية الحلقة بتاعتي. عايزة أقول لكم أنا عايزة تفاعل أكتر من كده، يعني كل الناس اللي بتتفرج عليا مش هتخسروا حاجة لو حطيتوا لايك، والناس اللي مش مشتركة مش هتخسروا برضو أي حاجة لو حطيتوا لي اشتراك عشان قناتي تكبر. وإن شاء الله أجيب لكم حاجات كتير وحاجات هتبسطكم، وكل حاجة بالأسعار. ولو عايزين تعرفوا سعر أي حاجة أنا عملتها في الفيديو، اكتبولي في الكومنتات وأنا هرد على كل الكومنتات. واللي عايز يسألني على اي حاجة برضو يكتب لي في الكومنت، هقدم لكم حاجات تانية كتير وجولات تانية كتير وبالاسعار. اللي عايز اي حاجة يكتب لي في الكومنتات، وادعوا لي ان شاء الله ان ربنا يوفقني في قناتي وقناتي تكبر، ونوصل حتى ل10 تلاف يعني حاليا. يعني بحبكم جدا، بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتدعمني باللايك، وكل الناس اللي بتحطيلي تعليق او اي حاجة ترفع الفيديو. زي ما قلت لكم هقدم لكم ان شاء الله حاجات جامده، احدث ادوات منزليه واحدث اجهزه، صينيه وكوريه يابانيه، كل الحاجات الحديثه هحاول ان انا اجيبها لكم، وهقول لكم هي متوفره فين. باذن الله هنعمل مع بعض حلقات حلوه. مع السلامه.